طبعا الممثل توفيق الماخذي نزل مقطع وضح سبب حضوره في عزاء عبد الله الأشول الذي قام باغتصاب فاطمة المعاقة، وقال انه حضر العزاء كونه زميله في الاعلام وما هوش عارف ايش سبب مقتل عبد الله الأشول بالاساس، لكن كونه زميله في الاعلام راح يقوم بالواجب. للامانه ما عندوش اي ملامه توفيق الماخذي وقتها، لكن في نقطه مهمه ذكرها توفيق الماخذي في مقطعه تبين لك فساد القضاء في اليمن وكميه الظلم الذي لحق بأهلة فاطمه المعاقه واحمد الزويكي الى اليوم. بالتوضيح لكم جميعا، احنا شاركنا في عزاء ابنه، جاء اخذ صوره معي. القضيه لسنا ندري ما هي القضيه، قضيه قتل واضحه. وانا اتمنى من الاخ توفيق الماخذي انه يوضح لي حقيقه هذه الصوره، فان كان فعلا كما قال توفيق الماخذي ان ابنه اخذ صوره معاه وهذه صوره ابنه ابن عبد الله الأشول، اي بمعنى ان عبد الله الأشول اثناء حادثه الاغتصاب كان مزوج، والدليل أن ابنه هذا في يوم العزاء الذي صار العزاء بعد حادثة الاغتصاب ب5 أو 6 سنوات تقريبا، ابنه في ذاك الوقت عمره يتعدى 8 أو 9 أو 10 سنوات، أي بمعنى أن حادثة الاغتصاب كان هذا الولد عمره ما يقارب 2 إلى 3 أو سنة. فلماذا لا يقام عليه حد الزاني المحصن وهو الرجم حتى الموت؟ لماذا القاضي حكم على عبد الله الأشول بالحبس 6 أشهر والجلد 100 جلدة كونه عازب وليس بمزوج؟ هذا دليل على كمية الفساد وكمية الظلم الذي لحق بأهلة فاطمة المعاقة وأحمد الزويكي. وأتمنى من توفيق الماخذي أن يوضح حقيقة هذه الصورة، هل هذا هو ابن عبد الله الأشول أم لا؟ فإن كان ابن عبد الله الأشول فهنا الجرم أصبح جرمين، وهو أن عبد الله الأشول يستحق القتل من أحمد الزويكي، والثانية أن القاضي هذا لابد أن يحاكم. لماذا يحكم عليه بالجلد فقط وهو مزوج؟ والشرع والله سبحانه وتعالى من سابع سماء حكم بالقتل على الزاني المحصن، لماذا يحكم عليه بالجلد؟ هذا دليل على أن هناك فساد في القضاء، ولا بد أنه حصل على رشوة مالية القاضي، أو أن عبد الله الأشول سند كبير في الدولة حتى يخرج من هذه القضية على أنه عازب وهو مزوج. وأعيد وأتمنى من الأخ توفيق الماخذي أن يوضح حقيقة هذه الصورة، هل هو ابنه أم لا؟ ولكن من خلال المقطع المنتشر في السوشيال ميديا على أن هذا هو ابن عبد الله الأشول. كلنا أحمد الزويكي. أحمد الزويكي رجل دافع على عرضه وشرفه. الآن ما ينبغي ويجب أن يفعل هو حبس القاضي الأول الذي حكم على عبد الله الأشول بالحبس 6 أشهر وجعله يخرج ويعود إلى نفس الحي ويستفز أحمد الزويكي وأخوانه بالكلام، ولم ينفيه أو يحكم عليه بالإعدام أو يحبسه مؤبد. ينبغي أن يكون أحمد الزويكي بين أهله حر طليق، والقاضي في السجن. عبد الله الأشول توفى حسابه على الله سبحانه وتعالى. الآن لابد أن يحبس القاضي الذي حكم بهذا الحكم، ولابد أن يخرج أحمد الزويكي. أحمد الزويكي أخذ حقه الذي لم يعطيه القانون. القانون لم يعطي أحمد حقه، لم ينصف فاطمة، لم يعدموا عبد الله الأشول وقتها، فأخذ حقه بيده أحمد الزويكي حتى لو لم يستفزه في الكلام، أخذ حقه. فنروح الحين نحاسب أحمد الزويكي ونترك القاضي؟ اجعلوا رحمة الله تنزل، ارحمون الناس، هذا ظلم، وكلنا مع أحمد الزويكي.